ازيكم يا اصحابي؟ زمان جدا تحديدا في اوروبا اي جرح بسيط كان ممكن ينهي حياه انسان. مفيش تعقيم، مفيش ادوات دقيقه، واي محاوله للعلاج كانت اقرب للمغامره. الناس كانت بتخاف من كلمه عمليه لانها غالبا كانت النهايه. الجراحه كانت بتتعمل غالبا بواسطه حلاقين او حرفيين، مش اطباء متخصصين. مفيش تعقيم، الادوات ممكن تتنقل من مريض لمريض، مفيش فهم حقيقي للعدوى او البكتيريا. العمليات كانت بدائيه جدا، بتر، شقوق عشوائية أو محاولات بدائية لإخراج أورام. لكن فجأة ربنا بعت للبشرية راجل قرر يواجه الخوف ده، راجل غير تاريخ الطب للأبد. في أوروبا مدينة قرطبة تحديدا في الأندلس، واحدة من أعظم مدن العلم في زمانها، اتولد طفل محدش كان يعرف إنه هيبقى أسطورة، العالم العربي المسلم أبو القاسم الزهراوي. الزهراوي كبر وسط علماء ومكتبات مليانة كتب وبيئة كلها شغف بالعلم. لكن اللي ميزه مش بس انه بيتعلم، كان دايما بيسأل ازاي نساعد الناس تعيش. في الوقت ده الجراحات كانت بدائية جدا، ادوات بسيطة واخطاء كتير. ناس كتيرة كانت بتموت مش من الامراض لكن من طريقة العلاج. الزهراوي قرر ان ده لازم يتغير، بدأ يجرب ويلاحظ ويتعلم من كل حالة. مش بس كده، ده بدأ يصنع ادوات بايده. الزهراوي اخترع اكتر من 200 اداة جراحية، مشارط، ملائط، ادوات دقيقة جدا لعمليات كانت مستحيلة. وكان اول واحد يستخدم خيوط جراحية تدوب جوه الجسم، يعني مش محتاج ترجع تفتح الجرح تاني. تخيل الفرق ده وقتها. وكان بيشرح كل حاجة بالتفصيل كأنه بيدرس لطلاب مش فايفهم. وفجأة قرر يجمع كل علمه في كتاب واحد، كتاب ضخم اسمه التصريف لمن عجز عن التأليف. الكتاب ده كان فيه رسومات، شرح، خطوات واضحة كأنك بتشوف العملية قدامك. وده كان أول مرجع جراحي حقيقي في التاريخ. اللي حصل بعد كده كان صدمة. الكتاب اترجم لاتينية ووصل لأوروبا، والأطباء هناك بدأوا يتعلموا منه، ولسنين طويلة كان هو المرجع الأساسي للجراحة. يعني ببساطة العالم كله بدأ يتعلم من الزهراوي. بس الزهراوي ما كانش مجرد عالم، كان إنسان بيخاف على مرضاه، صبور ودقيق. وكان عنده طلاب بيتعلموا منه وينقلوا علمه لغيرهم. رحلته ما كانتش لوحده، لكن هو كان القائد. النهارده كل عملية جراحية ناجحة فيها جزء من أفكار الزهراوي، كل أداة حديثة وراها بداية قديمة. البداية دي بدأت من عقل راجل عاش من 1000 سنة. يمكن الناس نسيته، لكن تأثيره لسه موجود في كل مستشفى. من صرخة ألم وابتسامة نجاة اتولد أول علم حقيقي، أبو القاسم الزهراوي. لو القصة دي أبهرتك اكتب في الكومنت الزهراوي. قبل ما الفيديو يخلص دوس لايك وشير لعلم الماس، وقبل ما تتابع القصة الحاجات اللي بنحبها من أول مرة تعمل عندنا. صلوا على النبي.